لو اول سنه ليك في السكن الجامعي، هات ورقه وقلم وتعالى اكتب ورايا الحاجات اللي هقولك عليها. هقولك على حاجات مهم جدا تاخدها معاك السكن، بس قبل اي حاجه انزل اعمل لايك على الفيديو ده علشان الفيديو ينتشر اكتر ويفيد غيرك، ويفيد اي حد لسه اول سنه ليه في السكن الجامعي. هقول لكم على حاجات مهمة جدا، وكمان ازاي ناخد حاجات بسيطة عشان في نفس الوقت ما نشيلش حاجات كتير ونبقى جايين بشيلة كبيرة نتعب بيها نفسنا. اول حاجة كده مستلزمات السرير والمفروشات عموما. في بداية السنة الجو بيكون صيف، اللي هو الترم الاول الجو بيكون لسه حر مش شتاء قوي، فمش لازم خالص تجيب معاك بطانية او لحاف. هات كوفرتة او غطا خفيف كده. وبعدين لو حسيت ان الجو بدأ يسقع ونزلت في اجازات، ممكن تنزل تجيب بطانية. كمان بالنسبة للملايات، هات طقمين ما تجيبش اكتر من كده، وغير فيهم كل كام يوم تغسل طقم ويبقى الطقم التاني نظيف موجود في الدولاب تبدل فيهم يعني. ما تجيبوش بقى ملايات كتير وفوط كتير وحاجات كتيرة يعني. وبما ان اتكلمنا عن الفوط، فطبعا هتحتاج فوطة صغيرة، دي تبقى الاستخدام اليومي اللي هو هتنشف بيها وشك او ايدك. وطبعا فوطة تانية تكون كبيرة شوية تبقى للشاور بتاعك. واخر حاجة بقى سجادة الصلاة. مهم طبعا يكون معاكم سجادة الصلاة الخاصة بيكم اللي بتصلوا بيها في البيت. تاني حاجة بقى حاجات العناية الشخصية زي معجون الأسنان، الشامبو، مزيل العرق، كريم الشعر، فرش الأسنان، فرش الشعر، المشط، وأكيد مسحوق للغسيل وليفة تكون خاصة بيك، وشفرات الحلاقة. وطبعا بقى اكيد البنات هم عارفين هم هيحتاجوا ياخدوا ايه معاهم. برضو من الحاجات المهمة انها تكون معاكوا الابرة والخيط، لان وارد جدا بنطلون يتنتش منك وانت ماشي، يتنتش في مسمار، تقعد قاعدة غلط بنطلون يتقطع، تيشيرت يتشنكل في حاجة. فكل ده معرضين ليه في الجامعة يعني، فهات معاك ابرة وخيط عشان لو هتخيط اي حاجة على السريع. طبعا لو حاجة باظت منك ومش بتعرف تخيطها، فممكن اي اقرب ترزي جنب الجامعة وتصرف نفسك عنده. بس حاول على قد ما تقدر، ودي نصيحة مني، انك تعتمد على نفسك في السكن الجامعي وتتعلم يعني. حتى لو مش بتعرف تخيط هدومك، تتعلم ان انت تخيط، تفتح اليوتيوب وشوف ازاي تخيط الهدوم. والموضوع مش صعب، هي ابرة بتلضمها وبتخيط الجزء اللي اتقطع في الملابس بتاعتك. وكمان مهم يكون معاك مكوى عشان لو هتكوي هدومك او اي طقم يعني عايز تكويه. في ناس مش بتستخدم المكوى، فاللي بيحتاج المكوى يجيبها معاه، واللي مش بيحتاجها ما يجيبهاش معاه. انا عامه ما قعدتش في السكن الجامعي، بس انا جمعت لكم معلومات من ناس صحابي داخل السكن، وقلت اطلع اعمل لكم فيديو بيها. سألتهم طبعا كتير لحد ما قدرت اوصل للمعلومات دي، وايه اكتر الحاجات اللي هما بيحتاجوها في السكن. عايز اقول لكم برضو ان انا بقول لكم على الاساسيات، لو في حاجة تانية عايزين تزودوها وتقدروا تجيبوها من جنب الجامعة او من اي سوبر ماركت جنب الجامعة او من اي صيدلية جنب الجامعة او من اي حاجة قريبة للجامعة، ما تشيلهاش على قلبكم يعني. بلاش تتعبوا في نفسكم وتجيبوا شنطة كبيرة وتبقوا شايلينها بالعافية. حاولوا على قد ما تقدروا تبقى الشنطة صغيرة بأي شكل من الأشكال، وتبقى لما كل الحاجات اللي هي أساسية والحاجات اللي هي فعلا انتوا محتاجينها. اي حاجة ترفيه او زيادة تقدروا تجيبوها من عند الجامعة او من اي مكان جنب الجامعة، فتمام مفيش مشكلة. طيب بالنسبة للمواعين بقى، لو انت ناوي تعمل اكل لنفسك جوه المدينة الجامعية، هو اساسي ان بيكون في مطعم بيتعمل فيه وجبات الغدا، وبتستلم وجبة فطار وعشاء. بس في ناس مثلا بتبقى عايزة تقوم تعمل كيس اندومي مثلا يعني، او عايزة ان هي تعمل شوية بيض بالبسطرمة. بيبقى فيه بوتاجاز صغير جوه السكن، او ما بين الاوض بيبقى فيه مطبخ فيه بوتاجاز صغير، من حقك ان انت تعمل فيه اللي انت عايزه. فممكن تاخد معاك طاسة كده تكون غويطة، اللي هو ينفع انك تطبخ فيها او تسلق فيها حاجة، وفي نفس الوقت ينفع ان انت تقلي فيها. تبقى طاسة مثلا ليها غطا، وتبقى تنفع لحاجتين يعني، سواء طبخ او قلي. وشوكتين ومعلقتين وطبقين صغيرين، بس ما تجيبش اكتر من كده. وكمان لو هتقدر تقلل قلل،
ولو هتقدر ما تجيبش مواعين خالص، وكده كده اصلا المطعم بتاع الجامعة بيقدم اكل، او ان انت تجيب اكل جاهز وتجيبه في اللي هي الاطباق الفوم او البلاستيك اللي بتترمي على طول دي، وتقدر ان انت تشتري غيرها. حتى كمان لو عايز تعمل اكل جوه الجامعة، ممكن تجيب بس معاك الطاسة اللي قلنا عليها دي، وتشتري اطباق فوم بتتباع عند اي حد بتاع بلاستيك، تاكل فيها وعلى طول ترميها في الزبالة، عشان ما تقعدش تغسل في مواعين وتبقى جايب معاك مواعين يعني. وممكن بس تجيب معاك معلقتين عشان ما تستخدمش المعالق اللي بتبقى موجودة هناك في المطعم بتاع المدينة الجامعية. برضو مهم تاخد كام شماعة كده تعلق فيهم هدومك، وكمان ما تكترش في الهدوم، حاول على قد ما تقدر تظبط كام طقم كده تبقى قاعد فيهم في اوضتك، وكم طقم اللي هو بتنزل تحضر بيهم المحاضرات. والتاني مرة معلش بقولها لكم، اي حاجة هتقدروا توفروها ان انتوا تجيبوها من جنب الجامعة يا ريت تعملوا كده. برضو من اهم الحاجات انك لازم تفتح محفظة كاش على الخط بتاعك، سواء فودافون او اتصالات او ايا كان. لازم يكون عندك محفظة كاش، عشان لو اهلك حابين يبعتولك فلوس يبعتولك على المحفظة دي في اي وقت، مثلا اتزنقت فلوسك خلصت، فلوس ضاعت منك، فيبقى اهلك عارفين ان هما يبعتولك فلوس، او اي حد يقدر ان هو يتواصل معاك يبعتلك فلوس. طبعا انت جاي من محافظة بعيدة محدش هيقدر يجي يجيب لك فلوس، فلازم يبقى معاك محفظة كاش، او يبقى معاك فيزا حد يحول لك عليها فلوس. تمام. عندنا في الجامعة بالنسبة لحلوان او اي جامعة تانية، في بنك مصر ده تقريبا يعني او غالبا موجود في كل الجامعات، وفي البنك الاهلي برضو. بالنسبة لحلوان فيها بنك مصر والبنك الاهلي، معرفش بقية الجامعات فيها بنوك ايه، بس متهيألي ان دول يعني البنكين اللي منتشرين في اغلب الجامعات. تقدر ان انت تعمل فيهم فيزا وتخليها معاك، مهم تبقى معاك لان انت بعيد عن اهلك ووارد يحصل لك اي ظروف. وطبعا بالنسبة للنت، علشان النت في المدينة الجامعية ما بيبقاش قوي يعني، وهو فيه واي فاي بس بيعلق او على طول بطيء، فتقدر ان انت تجيب فلاشة ومثلا من شركة اتصالات، والفلاشة دي تعمل فيها باقة شهرية وتكفيك طول الشهر. ممكن تستخدم شريحة في الفلاشة دي تبقى معمولة للنت بس، ما بتستخدمش كمكالمات. ومتنساش بقى تجيب معاك اقفال للدولاب وللشنط بتاعتك، علشان طبعا يعني هو حرص ولا تخون. وكمان غير كده عشان حاجتك ما تتلخبطش مع حاجة زميلك اللي في الغرفة معاك، ويبقى كل واحد قافل على حاجته وعارف حاجته محطوطة فين. غير كده حتى لو انت واثق في زميلك اللي معاك في الأوضة برضو، عشان لو اي حد دخل من بره تبقى انت مأمن على حاجتك. وبس كده، دي كل الاساسيات اللي مهم تبقى معاكم في المدينة الجامعية. انا يعتبر قلت لكم على الثوابت والاساسيات. لو عايزين تزودوا اي حاجة ترفيهية او اي حاجة زيادة تقدروا ان انتوا تجيبوها من السوبر ماركت او اي حاجة، اعملوا كده وبلاش تشيلوا على ظهركم حاجات كتير. سهل الدنيا على نفسك على قد ما تقدر. كمان لو مثلا عندك شامبو في البيت استعملته بس لسه الازازة ما خلصتش، او عندك معجون اسنان، لم الحاجات دي خدها معاك، مش لازم تروح السكن وانت جايب حاجات جديدة. وفر على قد ما تقدر، وسهل كل حاجة على نفسك، عشان هو كده كده اول سنة مش مستحملة مصاريف كتير وان انت تفضل تجيب في حاجات جديدة. لان كمان انت ممكن تشارك برضو مع زمايلك حاجات، يعني طبعا مش كل حاجة، بس ممكن تشاركوا في حاجات زي مثلا لو شامبو خلص من عندك ممكن تستخدم من عند زميلك كريم الشعر. لكن ما نستخدمش طبعا فرش بعض او الحاجات اللي هي بنستخدمها شخصية، انما ممكن نتشارك في حاجات اللي هي ينفع نتشارك فيها. ده طبعا لو انتوا الاتنين متفقين على كده، عشان ما ترجعوش بعدين تتخانقوا. اهم حاجة تبقى انتوا الاتنين عندكم تقبل ان انتوا بتشاركوا بعض الحاجات اللي هي ينفع يبقى فيها مشاركة. شكرا لو كملتوا الفيديو لحد هنا. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس حبيت ان انا ما اسيبش اي معلومة عن الحاجات اللي تاخدوها معاكم. ولو استفدتم من الفيديو ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني.